قد يكون مصطلح لم الصواني مصطلح كنسي أراد من خلاله البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي فعل الخير لأهل الجنوب، وتحديداً للنازحين الذين هم من أبناء الطائفة المسيحية والشيعية. وقد يكون من أشعلوا الحرب الافتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي ضد هذا الكلام هم من المصطادين في الماء العكر، إلا أن هذا المصطلح وعبارة أن النازحين من الجنوب سوف يزدادون فقراً، والإيحاء بأن حزب الله هو من يتسبب بهذا النزوح ومحاولة تقليب البيئة عليه، هو ما استوقف العديد من أبناء الجنوب الذين لا يزدادون فقراً بسبب النزوح، وإنما يزدادون عزة وكرامة، خصوصاً وأنهم خبروا هذا النزوح عام 2006 جراء العدوان الإسرائيلي، ومن استقبلهم ووزع عليهم المساعدات هو حزب الله نفسه، وليست الجهود الكنسية ولا الدولة اللبنانية. ومع خسارتهم كل شيء كانوا يصرخون ويقولون فداء إجر السيد بكل فخر واعتزاز، وهبوا إلى قراهم لحظة إعلان وقف إطلاق النار، إذ أن من يفترشون الطرقات على مدار 10 أيام بالصواني المليئة بالفاكهة والمواد الغذائية، ويشعلون المواقد لإطعام كل عابر سبيل على حب الحسين، ويصرفون خلال مواسم عاشوراء ملايين الدولارات، لا يحتاجون إلى مثل هذه الصواني يوم نزوحهم، بل يحتاجون إلى كلمة سواء وعدم الوقوف على الحياد في حرب لن تميز بين قرية مسيحية أو شيعية. الحملة التي يتعرض لها البطريرك سيهب أهل السياسة للدفاع عنه من كل حد وصوب، وسوف يكيلون الاتهامات بالحقد الدفين والشيطنة لكل من اعترض على الكلام، ولكن عليهم أن يعترفوا بأن صاحب الحق والأرض والدم يحق له ما لا يحق لغيره.